مساء الفل والجمال عليكم حبايبي، وحشتوني جدا. يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا بقى وصفة جميلة وحلوة وخفيفة في نفس الوقت. بس قبل ما نبتدي، اللي ما اشتركتش في القناة تشترك معانا، وان عجبك الفيديو تدوسي لايك، ويا ريت تعليق منك حلو بيفرحني وبيسعدني. النهارده بقى معانا، تعالوا كده معانا هنعمل جاتوه شاتوه. بصوا دي المقادير بتاعتنا. احنا هنا معانا كوباية زيت، طبعا الزيت يكون نضيف، كوباية سكر حبيبات، معانا كوباية لبن، معانا نص كاكاو خام، معانا كوبايتين دقيق، ومعانا بيضتين، ومعانا كيك شيف كيس، معانا فانيليا، معانا ذرة ملح، وطبعا شوكليت شيبس، ومعانا طبعا معلقة كبيرة خل. هنبتدي الطريقة ونقول باسمك يا رب وايدك قبل ايدي، ويلا بينا ندخل على الطريقة يا حبايبي. كده بقى نبتدي نحط السوائل السايلة. كوباية اللبن، ومعانا كوباية سكر، ومعانا كوباية الزيت، عادي عايزة تحطيها هنا كده، عايزة تحطيها لما بالتدريج عادي عشان يتقل، دي عادي. ونحط الفانيليا، مع ان طبعا الكاكاو بيشيل برضو ريحة زفارة البيت، بعد كده مش هيبقى فيها ريحة خالص، بس انا حطيت الفانيليا عشان تبقى ريحته حلوة. وهضربهم في الخلاط. بصوا كده يا حبايبي، اهم حاجه نضربهم لغايه لما السكر يدوب معانا وكل المكونات تختلط مع بعض، وبتبقى بالسمك ده كده يا حبايبي. هناخد بقى كوبايه من الصوص الجميل ده، صوص الشوكولاته الجامد. ناخد كوبايه، وبكده نجيب طبق ونكسر البيض فيه. احنا طبعا معانا بيضتين هنعملهم، وهنحط عليه الفانيليا كده بودر، ولو عندك سايله حطي طبعا عشان البيض. وهنبتدي بقى نضيفه على الصوص اللي باقي من الصوص الشوكولاته اللي عملناه، وهنضربهم ضرب جامد برضو في الخلاط وارجع لكم تاني. ونحط طبعا معلقه كبيره خل ونضربهم مع الخليط كله في الخلاط. بصوا كده يا حبايبي، الخليط بقى كده بعد ما ضربته في الخلاط. هنبتدي بقى نجيب بوله او طبق اللي هتعجني فيه، نبتدي نحط كده، نفضي الخليط كله، نفضي الخليط كله. وكده بقى هنبتدي نحط الدقيق. طبعا دول كوبايتين دقيق ونخلاهم قبل كده، وهنخلهم تاني معاكم زي ما احنا متفقين. طبعا ان احنا لازم ننخل الدقيق بتاع الكيكه او المعجنات، لازم ننخله مره مرتين ثلاثه، حسب كل ما تنخليه بيدي هشاشه للكيكه طبعا. وطبعا اكون مشغله الفرن من اول ما ابتديت في الطريقه وفي الوصفه. طبعا لازم ننخله حلو قوي عشان ايه يبقى الكيكه بتاعتنا هشه. وطبعا دول كوبايتين، وطبعا الكوبايه او المج اللي بعاير بيها هي اللي بعاير بيها كل المكونات بتاعتي، عشان الطريقه تطلع حلوه وممتازه، وصفتنا تبقى جميله. وطبعا الكوبايه اللي انا شلتها من الخليط نحطها في التلاجة، بس هو الجو الشتا يعني دلوقتي الجو ساقعه، فيعني مش محتاجه، لكن في صيف طبعا لازم احطها في التلاجة عشان الشوكولاته بتاعتنا تجمد. وهنحط طبعا كيس كيك شيف وندخله طبعا، وذرة الملح اللي معانا، وبندخلهم. ونبتدي نقلب كده الخليط كله مع بعضه لغاية لما الدقيق بتاعنا يختفي، وطبعا في اتجاه واحد زي ما احنا متعودين.
نقلب كده لغايه لما الدقيق بتاعنا كله يختفي، وبنضربها كده في اتجاه واحد. وحسيت ان الخليط معايا تقيل شويه، حطيت شويه ميه صغيرين. وطبعا ده بيختلف من كل نوع دقيق. في دقيق بيبقى محتاج ميه كتيره، في دقيق ما بيبقاش محتاج، فحسب العجينه معاكي. بصوا بيبقى السمك كده. طبعا احنا مش بنعجن فيها كتير عشان هي ما بتبقاش محتاجه ضرب كتير جدا، بتبقى العجينه بتبقى الخليط بتاعها بيبقى كده. وبنبقى مجهزين طبعا صينيه ونحط فيها الخليط بتاع الجاتو شاتو. وهنبتدي بقى نحط زيت عشان ندهن الصينيه اللي احنا هنحط فيها الجاتو شاتو، وبفرشه وبندهنها. وطبعا بنحط رشه كاكاو كده عشان طبعا احنا الوصفه بتاعتنا غامقه، طبعا ما ينفعش نحط فيها دقيق، نحط رشه كاكاو. ونبتدي بقى نفضي كده الجاتو شاتو بتاعنا. نهزها كده جامد ونتبها كده اهو. وبعد كده بشيش طاووق بنطلع عشان نطلع منها الفراغات، اي هوا جواها يطلع. وبعد كده نحطها في الفرن. نحطها في الفرن، طبعا الفرن يكون سخن، مشغلاه من اول ما ابتديت في الوصفه، وفي الرف الوسطاني، ومولعش عليها الشوايه خالص. حبايبي بعد ما طلعتها من الفرن طبعا واستوت معانا، طبعا زي ما احنا متعودين مع بعض ان انا ما بطلعهاش على طول من الفرن، بستناها لغايه لما بتهدى 5 دقايق، تهدى خالص وهي في الفرن. بفتح باب الفرن عليها لما تهدى اطلعها عشان طبعا الكيكه ما تهبطش معانا. وطبعا وهي جوه الفرن اختبرتها كده بالعصايه بتاعت الشيش طاووق، ما فيهاش اي حاجه ونضيفه وزي الفل. طبعا هنبتدي نحط لها الصوص اللي احنا كنا شايلينه، هنبتدي نحطه. طبعا بردت خالص، نبتدي نحط مع بعض كده. وطبعا الصوص انا ما حطيتوش في التلاجة عشان انتوا شايفين الجو ساقع، لكن لو طبعا في الصيف لازم احطه في التلاجة لما يجمد معايا خالص. وديكوا شايفينه اللمعة بتاعته والجمال بتاعه حلو جدا. لازم تجربوها الطريقة دي يا جماعة وتقولوا لي رأيكم ايه في التعليقات. انا بستنى طبعا التعليقات بتاعتكم. وهنا معانا شوكليت شيبس، هنبتدي طبعا نحط كده على الوش. طبعا التزيين ده بتاعك انتوا، الحاجة اللي بتحبوها زينوا بيها. عايزين تجيبوا كريم شانتيه، عايزين تجيبوا حاجات للتزيين، دي حاجة بتاعتكم انتوا، الحاجة اللي بتحبوها ولادكم بيحبوها تزينوا من على الوش بيها. احنا بنحب الصراحة الشوكليت شيبس ده، عندي بيحبوه جدا فانا بستكفى بيه. شوفوا كده يا حبايبي شكلها جميل ازاي، وولادنا يفرحوا بيها. حاجة كده حلوة وجميلة ومغذية، فيها بيض وفيها لبن، وطبعا دي اقتصادية، يعني يعتبر دي عاملينها ببيضتين وكوباية لبن ودي طبعا. بصوا كده يا حبايبي بعد ما قطعتها وطلعت، ايه رايكم في الجمال ده؟ جاتو شاتو. وكده يا حبايبي خلصنا الوصفة بتاعتنا الحلوة النهاردة. وكده دي شكلها بعد ما قطعناها وزيناها طبعا بالشكل ده. قولوا لي ايه رايكم، هستنى تعليقاتكم الجميله اللي بتفرحني. طبعا هي ما خدتش وقت، يعني يعتبر خدت نص ساعه و5 دقايق في الفرن، طبعا حسب كل واحده فينا الفرن بتاعها ايه، بس طبعا نلاحظها وهي في الفرن لما بنشم ريحتها بنبص عليها وبنشوفها بنختبرها طبعا. وطبعا هي وصفه جميله ومغذيه وهتعجبكم قوي، وولادنا بيحبوها كلهم. وبكده خلصنا الوصفة بتاعتنا النهاردة. يا ريت ان عجبك الفيديو تدوس لايك، واللي ما اشتركتش معانا في القناة تشترك. مطبخ ايمي سمير. شكرا جدا يا حبايبي.